اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تعالوا يلا نعمل مع بعض عشاء سريع. كان عندي حوالي كيلو صدور، قطعتهم وغسلتهم كويس، وبعد كده بقى هنتبلهم. هنحط طحينة بيضة وخل وفلفل اسمر وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر ومرقة باودر، وهنظبط الملح بتاعها وهنقلب بقى كويس، ومش هنسيبها في التتبيلة ولا حاجة، احنا نشتغل فيها على طول. دي اسمها فاهيتا فراخ، أكلة سهلة وبسيطة جدا وهتعمليها بأقل إمكانيات. وهنا بقى هنقطع الخضار، عندنا بصل وطماطم وفلفل، وقطعي التقطيعة اللي تحبيها عادي برضو. الأكلة دي من أسهل الأكلات اللي ممكن تعمليها، موفرة في الوقت والمجهود، وبتتباع سندوتشات في المطاعم بأرقام. هنا بقى خلاص كنت خلصت الخضار كله، تقطعت الخضار كله، وهجيب الطاسة هنزل بمعلقة زيت ومعلقة سمنة، وهستنى يسخنوا كويس، وهنزل بالفراخ بتاعي هديها صدمة في الطاسة. واول ما تنزل ميتها، مش بستناها تشرب المية الاول كلها، انا اول ما بتنزل ميتها بنزل معاها البصل عشان يستوي معاها، لاننا مش بنحبه ني. هنا كانت خلاص بقى هننزل بالبصل، واول ما يبتدي يصفر هننزل بمعلقة توم مفروم من اللي متفرز عندي، وبعد كده هننزل بالطماطم برضو نديها تقلبتين كده، وبعد كده هننزل بالفلفل اخر حاجة خالص علشان يحتفظ بلونه. وخلاص بقى جهز معانا احلى واطعم اكلة، حرفيا اكلة بتخلص في تقريبا ربع ساعة. انا قليت جنبها شوية بطاطس وعملتها في عيش طويل. يلا بقى شجعوني بلايك للفيديو واشتراك للقناة.